السلام عليكم. اليوم جبت لكم حساء بتشكيلة من الخضار بطريقة جد مختلفة. تابع الفيديو للأخير، متأكدة اللي رايح يعجبك. ديري تشكيلة من الخضار. أنا درت حبة باذنجان، حبة جويت، حبة جزر، حبة طماطم، حبة فلفل، زوج حبة بطاطا، بصل، زوج سنة ثوم. قطعيهم أكل رقيق باه يجيو مشويين مليح. ديرهم شوية زيت. كمية الخضار انتي واش تحبي تزيدي نوع اخر من الخضار زيدي، تحبي تنقصي على هذو نقصي. خلطيهم مليح في الزيت حتى يتقاسوا اكل، وديريهم في بلاطو فيه ورق الزبدة. طبعا البطاطا ما كيش راح تنحيها من الخضار خاطر هي اللي راح تمد السماكة للحساء. ديريها في فرن يكون سخون، ومرة على مرة حركيها باه تشوى على كل الجوانب. من جهة أخرى في قدر ديري عظم تاع صدر الدجاج باه يطلق البنة. ديري معه كمية قليلة زيت، ما تنسيش بلي الخضار أنا درنا لها الزيت. قليه مليح، ولما الخضار تاعك تشوى إلى هذه الدرجة ديريهم في القدر مع الدجاج حتى هذا اللي يقعد لازق نحيه قدر الإمكان، وزيدي ديريه خاطرش البنة كلها راهي فيه. نزيدو الملح، فلفل أبيض، كمية من الفلفل الأحمر المشوي. أنا كنت محتفظة به في الكونجيلاتور. انتي إذا كان عندك جديد اشويه عادي مع بقية الخضار. كمية من الماء ما تكثريش خاطرش الخضار تقريبا طايبة. أغصان المعدنوس اللي تكون مقطعة رقيق انتي تقدري تستغني عليهم. حطيه على النار ولما يغلي نقصيله وخليه يكمل طيابه. هاو الحساء تاعنا واجد مع قطع الدجاج اللي كنا فتتناه، رشة معدنوس، وشاهية طيبة.